اخواتي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ فيديو جديد معانا ان شاء الله على قناه الزملكاويه الرياضيه. كده هذكر فيه كام حاجه. ايه ده؟ هو الزمالك جاب صفقات وظبط حاله. ايه ده؟ جاب فلوس منين؟ ده الزمالك ما كانش معاه فلوس. ايه ده؟ ومين كمان البرازيلي اللي جابوه لنا ده؟ جايبه منين البرازيلي ده ما دخلش مصر من ايام كينو وايام بيراميدز. جابوا منين ده؟ وايه يا بنزا ده؟ جابوا منين من الدوري البرتغالي؟ عرف ازاي الزمالك يجيب الناس دي؟ ما كانش معاه جنيه وكان مش عارف يدي اللعيبه فلوس. ايه ده؟ ده سد فلوس مشلاك وسد فلوس جوميز والكلام ده. ايه ده الزمالك معاه فلوس وكده هينافس الاهلي وبيراميدز والدنيا هتولع وبتاع والكلام ده. ان قلنا الزمالك وقع خلاص وبتاع ومعهوش فلوس. ايه ده؟ وعملوا فروع تانية و6 اكتوبر ومش 6 اكتوبر. لا تعالى اقفل ال 6 اكتوبر للفرع. ليه طيب؟ معاهم ماتش عشان الماتش اللي بقى اللعيبه تتهز لما الفرع يتقفل تحصل دوشه. الصحفيين تتكلم هنحط اللجان يبقى اللعيبه خلاص بقت في دوشه يبقى اتغلبوا الماتش الجاي. ده مودرن اتعادل معانا. انت متخيل الزمالك لو كسب مودرن هو متعادل؟ الاهلي اللي متعادل معاه سوري انا قلت يعني الاهلي متعادل هو اللي متعادل مع مودرن. فما بالك ان الزمالك يكسب مودرن؟ الجماهير هتقوم علينا. ايه في النادي الزمالك وخلي وزاره اسكان تبع الجواب اللي هي صاحبه الترخيص من الارض عشان اللعيبه تتهز ومودرن يكسب الزمالك وكده وعشان الجمهور مهان. يقوم يا جدع الزمالك يعلم مودرن سبورت دروس في كرة القدم. الماتش مش خلص 2-1؟ امبارح نايك فييرا امبارح عمل 16 جملة مختلفة في الماتش. الموضوع يا جماعه، انا لو معايا معلش يعني انا اسف في اللفظ، يعني لو معايا امكانيات اشرح لك، انا شرح هجيب لك سبوره اشرح لك الراجل ده عمل ايه. امبارح عمل 16 جمله مختلفه في الماتش. انت لو تلاحظ ان شيكو بنزا قبل ما يجيب الجون بتاعه بثلاث دقايق كان شيكو بنزا ماسك الخط. بقى شيكو بنزا دمر العمق وهو ناصر ماهر هو اللي مسك الخط. لو تفتكر هو مش ناصر ماهر راح بكوره انفراد هو وجونه كان الفينا جنبه لما لفها في البعيده. كان ناصر ماهر فين؟ هو اللي ماسك الخط وكان شيكو بنزا هو اللي جوه هو اللي ضامن هو اللي بيلعب 7.5 يعني هو اللي بيلعب مكان ناصر ماهر وناصر ماهر راح على الخط مكانه. دي تبتيرات اتعملت مش تبديل لعيبه، دي تبتيرة مدرب. ماشي انا مش عايز اخش في الماتش، انا عايز اخش بس حوار ارض 6 اكتوبر. يا جماعه الارض مستحيل تتسحب من نادي الزمالك. نادي الزمالك معاه اقرار من رئاسه الجمهوريه لغايه 2026 ان الزمالك يسدد للدوله مبلغ 547 مليون جنيه. الزمالك دفع نصهم وطبعا كان متفق مع الدوله على جدوله الجزء المتبقي من الفلوس. مفيش مشكله. اللي عايز اقوله لكم حاجه واحده بس عشان انهي لكم حوار الارض ده خالص وتكبروا دماغكم. بس يا ريت يا جماعه تاني في نص بالله عليكم اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، واللي بيتابعني على التيك توك يا ريت متابعه يا ريت بعد اذنكم. اللي مش مشترك يشترك واللي متابعني على التيك توك يا ريت متابعه. هنا عشان الخص لكم موضوع ارض 6 اكتوبر واللي بيحصل مع الزمالك فيها. هي المشكله مش مشكله ان الزمالك، هي مشكله الزمالك هيجيب فلوس وهيجيب صفقات وهيجيب. اجيب لكم النهايه. انت عارف مين وزير الاسكان؟ انت عارف نسيب مين؟ اخي اخت حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ورئيس وكاله الاهرام. اعيدها لك تاني. وزير الاسكان اللي سحب الارض من نادي الزمالك بتاعت 6 اكتوبر يبقى اخي اخت حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق ورئيس الاهرام للاعلام. اظن كده انا نهيت لك موضوع ارض 6 اكتوبر. الكلام ده مش عارف اللي فيه اللي سمعه وفيه اللي ما سمعوش بس انا بقوله لك. تمام. تيجي الزمالك يعلم المودرن سبورت دروس في كره القدم. يا راجل بسم الله ما شاء الله احنا جايبين لعيب برازيلي عليا وحرام من دي. هو ده بقى اللي بيقول لك ايه برازيلي واسمر ورقصه زنبه. ده هو ده مش برونو سافيو اللي جاب جون في الزمالك في السوبر فاكرينه وقال لك ما بيفكرش مرتين وبيفكر مره واحده وبيعمل وبيسوي. بعد كده لقيته الراجل مش عارف يستلم الكوره وراح الدوري الفنزويلي. فاهم؟ ادي اللعيبه البرازيليه. ما دخلش مصر لعيب برازيلي قبل كده غير كينو بيراميدز، وده الفينا هو اللاعب التاني البرازيلي الحقيقي اللي يعتبر دخل مصر. تمام. قال لك احنا جايبين موديست من بروسيا دورتموند وبتاع ولاعيبه عالميه ومش عارف ايه وبتاع لا يابا احنا بنجيبه لعيبه ما حدش يعرفها يا راجل. ده انا جايب ادم كايد. ادم كايد اقسم بالله اقسم بالله اللي محمد علي بن رمضان ان انت بطالع بيه الدنيا ده وبتقول لي بيعمل وبيسوي. الولا ادم كايد ده عامل زي النحله في الملعب ما تعرفش رجله بتروح فين. انا عن نفسي لما ادم كايد لما الكوره بتجيله انا ما بعرفش رجله هتروح ازاي يمين شمال هيعديها هيعملها ما اعرفش. الولا بيعمل حاجات غريبه في الملعب. ساعه تلاقيه عمل كده وقطم جوه. الولا جسمه خفيف وعنده مرونه في جسمه. الزمالك هيعمل 5 صفقات اقسم بالله هيتحدى بيهم اي فريق السنه دي. انا حددتهم بص بالحرف 5 صفقات. ادم كايد اول واحد. اول واحد طبعا البرازيلي جوان ده حاجه تانية. شيكو بانزا 2. ادم كايد 3.
عدي الدباغ 4 وعبد الحميد معالي 5. 5 صفقات. ضيف عليهم عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وشحاته، وخلي حسام عبد المجيد والونش ورا كده، واحنا وحارس مرمى محمد صبحي يثبت زي ما هو حارس عالمي بقاله كام ماتش والله اكبر عليه. ثبت بقى التشكيل ده. ده يبقى هو عدي الدباغ. انا قلت عدي الدباغ فعلا يعني، قلت عدي الدباغ، وقلت ادم كايد، وقلت شيكو بانزا، قلت لعيب البرازيل البينا، واللهم صل على سيدنا محمد معالي. هم ال5 دول. ثبت ال5 دول قدام يعني. شيل معالي، هنشيله معالي دلوقتي يبقى بديل كويس، ونحطه مكانه البينا. ماشي. يبقى الهجوم بتاعك الدباغ قدام، وراه يمين بيلعب البينا، شمال شيكو بانزا، في النص عبد الله السعيد، وراه ناصر ماهر وشحاته، وحط اي 2 باكات ورا واي 2 مساكين ورا، والموضوع منتهي بالنسبه لنا. صدقوني. الزمالك لما قلت لكم جون ادوارد عامل شغل في النادي محدش عمله، الناس كلها طلعت هاجمتني. جون ادوارد مفوق نادي الزمالك وقافل على نادي الزمالك، واخد وقلت لكم من التدريبات شالها من حلمي زموره، راح وداها الكليه الحربيه عشان ما حدش يطلع على تدريبات الزمالك. تحيه وتقدير واحترام للراجل ده، فوق دماغي. اقسم بالله اقسم بالله، وكل اللي بيتقال عليه فوق دماغي يا عم، فوق دماغي. انا دماغي يا عم جون ادوارد. ده انت مش جون ادوارد يا راجل، ده شون كينيدي ذات نفسه. ان شاء الله هطلع لكم فيديوهات، بس انا حبيت اقول لكم على شويه نقط تاني. وزير الاسكان اللي سحب الارض من الزمالك يبقى اخو مرات اخو، يعني متجوز اخت حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق ورئيس الاهرام الاعلامي. السلام عليكم.